سلام سلام البنات، شلاكم تكونوا ملاح. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عنا وصفة لي بونطرونش باتيسري تجيو روعة بنان اقتصاديين وسهلين ويخرجوا لكم كمية الله يبارك غير ب3 حبات بيض، والبنة خطيرة في هذم لي بونطرونش باتيسري. رايحين نحتاجو 3 حبات تاع بيض مع مغرفة صغيرة تاع لباني والرشة تاع الملح. نزيدو نضيفو لهم كأس ناقص 2 صباع تاع سكر عادي. نفس الكأس رايحين نقعدو نكيلو بيه سما في السكر وفي الزيت وفي القهوة، مانيش رايحين نديرو حليب. رايحين نخلطو هذا من المقادير حتى يتجانسو مليح. تحبوا البنات ديروهم بالفوي ولا ديروهم بالبيتخا ولا بالباتر، اهم تطلعوهم حتى يتغير اللون تاعهم وتحصلوا على لون يكون ابيض بهذه الطريقه. رايحين نضيفوا كأس ناقص 2 صباع تاع زيت، ورايحين نضيفوه تدريجيا كيما راكم تشوفوا البنات. انا نضيف فيه، نخلط ونضيف. لازم تضيفوا الزيت تاعكم تدريجيا هكذا باش يدخل لكم في الخليط مليح وما يخرج لكمش الزيت في المسكوته تاعكم. بعد ما خلصت الزيت كامل رايحه ندير كيلة تاع قهوه، ولا تحبوا ديروا نيسكافي قهوه سريعه الذوبان في كاس ناقص 2 صباع. ديروا له 2 مغارف كبار، 2 مغارف صغار عفوا تاع نيسكافي، ولا قهوه بريس عادي البنات. انا لهنا راح نبدا نضيف الفرينه تدريجيا، وزدت عليها 3 مغارف كبار تاع كاكا ونخلطهم مليح، ونقعد نضيف الفرينه حتى نوصل القوام اللي راني حابه نوصله. وهذا هو البنات القوام تاعي. رايحين نجيبوا بلاطو 40 على 30، اكبر بلاطو البنات عندكم في الدار ديروا فيه، ندهنوه مليح بالزبده ونرشوه مليح بالفرينه، نحطوه في الخليط تاعنا ونحطوه في الطيب على 180 درجه. لهنا رايحه نطلع الشانتي تاع المدافي اللي عودتكم دائما في وصفاتي ما نقدرش نستغنى عليها، واللي حابه تشوفها تلقاها في وصفه اخرى ما نقدرش نشرحها لكم لهنا، يجيني الفيديو بزاف طويل. لهنا بعد ما طابت لي المسكوته رايحه نشربها بالنيسكافي ولا بالقهوه، لكم الاختيار. انا حبيت نعزز النكهه تاعي تاع القهوه بزاف اللي بونطرونش باتيسري، وانتم لكم الاختيار كما تقدروا ديروها بغير بسيرو تشربوها. رايحه نحط الطبقه الثانيه تاع الشانتي تاعي بعد ما طلعتها مليح. وكي شفتوا النتيجه تاع الشانتي ما تجي معلكه، ما تجي والو، تجي كليموس، تجي تهبل. نديرها نسوي السطح ونخليها في الفريشيدير. لهنا ذوبت 200 غرام تاع تاع شيكولا عفوا، نذوبهم مليح. نزيد لهم 100 غرام تاع كريمه سائله. البنات انا كي ضفت الكريمه سائله تاعي شوي بارده، كلي عقدت لي الشيكولا تاعي حكمت الماء اللي ذوبت فيه الشيكولا يكون هكذاك يغلي. راح نضيف واحد المغرفه كبيره برك البنات، ما تضيفوش بزاف وين الشيكولا تاعكم تولي خفيفه بزاف. انا ضفت مغرفه كبيره برك. شوفوا البنات كيف هو القوام لامع ولا يهبل، زعما خير من قعدت لي جامده. وكي نديرها على لي فوندروش باتيسيري تاعي رايحه تقعد لي غير في مضرب متغطيليش سما لي فوندروش باتيسيري البلاطو تاعي كامل. ولا هنا حبيت انا نديرها في ريرو، زدت لها كميه من الكاوكاو اللي كان محمص ومرحي. وانتم تحبوا ديروا اي مكسرات يكونوا مدشين البنات هكذا باش تحصلوا على شيكولا فيريرو وتجي باهيه في لي فونطرونش تاعكم. تخليوها تبرد مليح ومن بعد تقسموها وتقدموها. رايح يجي اروع تقديم. انا ما خليتهاش تبرد عليها، ما تقطعتليش مليح البنات وجات الشيكولا هكذا ذايبه. خليوها تبرد مليح، تدي وقتها في البرودة، تجي بنينة. تقسموها تقدموها سواء لضيافكم سواء في سهرتكم الرمضانية، تجي روعة مع كاس اتاي. نحكي لكمش على البنات اللي تجي في لي فوندرونش باتيسري في ريرو. نتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم وتجربوهم وتكتبونا في لي كومونتير. ولا كنت جديدة مرحبا بك حبيبتي، ما تنسيناش بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس بيوصلك كل فيديو حصري على قناتي. ما تنسيش جيم وكومنتير وبارطاجي لي زامي تاعكم وقولهم جربوا عينيكم مغمضين. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وما بقى لي غير نقولكم بسلامة في الفيديو الجاي ان شاء الله.